السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضرتك أبو مريم. نتمنى ما تنساش الاشتراك في القناة. إن شاء الله النهاردة هنصب على القالب الجديد. أول صبة هنسيب رابط الفيديو بتاع تصنيع القالب أسفل الفيديو إن شاء الله. أول حاجة بنجهزها طبعا بعد العزل والكلام ده، طبعا في برضو فيديو للعزل مخصوص هنسيبه برضو أسفل الفيديو. بعد العزل أول حاجة بنجهزها الجيليكوت. بنجهز شوية جيليكوت شفاف وشوية جيليكوت لون على حسب اللون المطلوب. بنرش الجيليكوت الشفاف على الوش وعلى الظهر زي ما حضراتكم شايفين كده. جيليكوت شفاف بيجي جاهز، وفي لو انت عايز تعمله في برضه فيديو عن طريقة عمل الجيليكوت. كل اللي حضرتك بتعمله بعد كده بتحط المصلب وتبدأ ترش. بعد ما ترش الجيليكوت الشفاف وينشف يعني في خلال ربع ساعة بتبدأ ترش جيليكوت اللون على حسب اللون اللي انت محتاجه. انا هنا هعمل لون اسود زي ما حضراتكم شايفين كده، برش اللون الاسود. لو انا عايز اعمل احط كسر الماس بحطه على اللون الاسود مفيش مشاكل، او اللون الشفاف برضو مفيش مشاكل، لكن اللون الاسود افضل. لو انا هعمل لون ابيض ممكن احطه على الشفاف عشان يطلع كسر الالماس يبان يعني. بعد ما بخلص رص الجيليكوت بقفل الجاكيتة زي ما حضراتكم شايفين على وش الحوض، وبربطها بمسامير كويس جدا. وهنا ببدأ اقلب الخامة بتاعتي. كل كيلو بوليستر بحط عليه من 2 كيلو ونص ل3 كيلو بودرة طهارة. وكل كيلو بوليستر بحط عليه في الجو اللي احنا فيه دوت 2 جرام كوبالت. طبعا بقلب الكوبالت على البوليستر وبعد كده بحط البودرة وبقلبها كويس جدا زي ما حضراتكم شايفين كده. بما اني ملون الحوض مانيش الون الخامة نفسها زي ما حضراتكم شايفين. انا هنا بحط مصلب الخامة بتاعته كلها مثلا وزن معين، بحط على كل كيلو 5 جرام مصلب زي ما حضراتكم شايفين. طبعا انا بذكر النسب اللي انا شغال بيها. لو حضرتك عندك نسب تاني مفيش، او نسب تانية مفيش فيها مشاكل، لان كل بلد بيبقى لها نسب مختلفة وكل درجة حرارة بيكون لها نسب مختلفة. ببدأ اصب الخامة زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا وانا بصب بهز الحوض علشان الخامة تنزل تحت. الموضوع بسيط جدا يا جماعة، والمشروع كويس جدا، لكن محتاج جرأة. كل حاجة محتاجة جرأة ومحتاجة ان انت تتعود على الشغل، ومحتاج يعني واحدة واحدة ربنا يكرمك ان شاء الله. لما الخامة بتشد ببدأ افك المسامير علشان افك الجاكيتة بتاعة القالب زي ما حضراتكم شايفين كده. ولازم انضف كل الزيادات من حوالين الحوض واسيبه يشد خالص. يعني ممكن بعد بتاع 3 ساعات ولا حاجة ابدأ افصله. هنا انا فصلت اهوت زي ما حضراتكم شايفين. طبعا انا مختصر الموضوع كله لان انا عملت فيديوهات كتير عن الموضوع دوت يعني، وكلها موجودة على القناة. هنا الحوض زي ما حضراتكم شايفين لسه طالع من القالب، حتى لسه ما اتشطبش، مفيش اي حاجة حصلت فيه بالرايش بتاعه. جميل جدا يا جماعة وممتاز جدا، واتمنى يعجبكم. اي استفسار انا تحت امركم طبعا. لو حد حابب يشتري المنتج تحت امركم. لو حد حابب يشتري القالب نعمل له القوالب، وفي ناس كتير بتعمل قوالب. لو انت بعيد عني ممكن اجيب لك رقم تليفون حد قريب منك ثقة. تحت امركم. وده حوض تاني صبيته تاني يوم، لونه ابيض برضو طالع ما شاء الله برضو ممتاز جدا. واتمنى تكونوا استفدتوا يا جماعة. واي استفسار اي استفسار تحت امركم. اخوكم الصغير كان معاك ابو مريم. السلام عليكم ورحمة الله.